كلمة الله لفظ الجلالة يجب تغليظ اللام فيه. طيب السؤال يرد: متى تغلظ اللام ومتى ترقق اللام؟ اللام لا تغلظ لحفص عن عاصم إلا في لفظ الجلالة فقط في لفظ الجلالة يغلظ اللام. كل اللام لحفص عن عاصم يقرأ هكذا: لله، الصلاة، كلها إلا في لفظ الجلالة يلفظ مثل ما اللفظ لام لفظ الجلالة في كلمة الله. طيب أني مرة أسمع واحد يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، ومرة أسمع واحد يقول الله لا إله إلا هو. الله لله، متى أغلظ لام لفظ الجلالة ومتى أرقق لام لفظ الجلالة؟ تغلظ لام لفظ الجلالة إذا ابتدأنا بلفظ الجلالة. يعني هاي بداية الآية تقول الله نور، هنا تغلظ اللام، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله نور السماوات والأرض، هنا تغلظ اللام. طيب هذا واحد إذا ابتدأنا بلفظ الجلالة يجب أن نغلظ لام لفظ الجلالة. 2 إذا كان قبل لفظ الجلالة حرف مفتوح أو مضموم، مثل نصر الله، هو الله، بعد جاي يقول الله، نصر الله، هو الله، كلها مغلظة. طيب متى ترقق لام لفظ الجلالة؟ إذا سبق لام لفظ الجلالة كسر. مثل شنو؟ مثل لله، لام الجر مكسور وأتى بعده لفظ الجلالة فصارت لله، أو سبقت لفظ الجلالة تسبق بياء، في الله. هاي 2. مرة الثالثة إذا قبل لفظ الجلالة تنوين، مثلا أحد منتهية بتنوين، والآية اللي بعدها الله، فايش راح نقول؟ أحد الله الصمد. يابا هي مو كانت الله الصمد، هنا بسبب التقاء الساكنين كسر التنوين، أحدني، بعد ما قلت أحد قلت أحدني، أحد الله الصمد. فإذا أوصل سورة الإخلاص أحبتنا خاصة بالصلاة، إذا أريد أني أقرأها بسرعة هيك أقرأها لازم قل هو الله أحد الله الصمد، ما أقول قل هو الله أحد الله الصمد، ما يصير خطأ، لا لازم أقولها بأحكامها. وشلون أقولها بأحكامها؟ قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا. فإذا ترقق أو تنحف لام لفظ الجلالة إذا سبقت بكسر، إذا سبقت بتنوين، إذا سبقت بحرف الياء.